حكاية إن القطة بيتلبسها الجن، وإن أنتم ارموا القطط كلها في الشوارع، أي حد عنده قطة في البيت يرميها لأن بيلبسها الجن. ده طبعًا أنا مش عايزة أحرج حضرتك، بس حضرتك أكيد سمعت خلال الفترة اللي فاتت هذه الفتوى اللي كدّبها الأزهر الشريف يعني. الجن على العموم هو يعني مخلوق من مخلوقات الله تعالى، عنده قدرة إنه يتشكل في أي شكل من الأشكال، يتشكل في شكل بشر، يتشكل في شكل قطة، يتشكل في شكل كلب، في شكل حصان، في شكل أي حاجة، يعني عنده قدرة على ربنا اداله المسألة دي. ففكرة إنه يتشكل في صورة أي حاجة دي حاجة عادية جدا بالنسبة لهذا المخلوق، ربنا اداله القدرة دي. لكن الناس نسجوا حواليها يعني شوية يعني خيالات وشوية أوهام بإن أي قطة بيبقى هي دي عفريت، وإن أي كلب بيبقى هو ده عفريت، خاصة بقى لو كان كلب أسود وكذا إلى آخره يعني. لكن ما هو ما فيش علاقة يعني بين الاثنين، لأن زي ما بقول لحضرتك الجن يتشكل في أي صورة، مش شرط صورة كلب ولا صورة قطة ولا أي حاجة خالص. دي قدرة ربنا اداها له انه يتشكل في صورة اي شيء ويسري عليه احكام هذا الشيء اذا تشكل في هذه الصورة. لكن فكرة الكلب والقطة على وجه التحديد لا، ده مش يعني مفيش ارتباط يعني وثيق بين كل قطة جن وكل كلب جن، مفيش الكلام ده.